اجتماعي ودور ديني ودور سياسي في خدمة مصر. معانا على الهاتف. الو أهلا. السلام عليكم. معانا على الهاتف طبعا. انا عايز هو اللي يكتشف الصوت، الكابتن ابو تريكه. قول الو يا كابتن ابو تريكه. الو استاذ عمرو. ازيك معانا الدكتور عمرو خالد، اهلا وسهلا بيك. اهلا اهلا بيك يا اخويا، واهلا بيك يا محمد. ازيك يا محمد؟ ازيك يا ابو ربنا يخليك يا استاذ عمرو، ربنا يخليك. دكتور عمرو، طبعا احنا معانا احنا في حلقه خاصه، يعني اول حلقه برنامج كرة على الهادي، ومعانا حلقه خاصه كابتن محمد ابو تريكه، وبنتكلم في كل الجوانب الرياضيه والانسانيه والاجتماعيه والسياسيه. والحقيقه مكالمتك لينا دي طبعا مهمه جدا، لان انت راجل رياضي وراجل فعلا ليك دور مع الشباب. فتحب تقول لنا ايه في هذا الموقف؟ اولا يعني مبروك يا هادي، مبروك على البرنامج الجديد، ربنا يوفقك ان شاء الله، ويكون حاجه عظيمه ومفيده للرياضيين وللبلد كلها ان شاء الله. الحاجه الثانيه، يعني انت اجمل حاجه عملتها انك ابتديت مع ابو تريكه، ويعني هو محبوب واخلاقه جميله والناس بتحبه لفنه والاخلاقه. ربنا يعني كده مجمعكم انتوا الاثنين اصحاب مدرسه اخلاق مشهوره في الرياضيين، ان انتوا من تثبتوا اخلاق حلوه قوي قوي قوي. فانا مبسوط ان انا بعمل المداخله دي معاكم، لان انا اعتقد ان المجال الرياضي بيأثر في الشباب تأثير جدا جدا، ولما بيلاقوا نموذج ولما بيلاقوا قدوه، بلا شك واحد زي كابتن محمود الخطيب علامه دائمه مع اجيال كثيره باخلاقه. بلا شك ان هادي خشبه ومحمد ابو تريكه ايضا علامه كنموذج. انا الحقيقه شايف ان البلد في الفتره الحاليه محتاجه ناس قدوه، وشايف ان احنا عندنا اشكاليه كبيره في الفتره الحاليه، ان لو لم تظهر النماذج ويتبعها الشباب ويحسوا ان النماذج دي مش بس فنان في مجاله، لا ده عايز يصلح. ولسه انا سامع ابو تريكه بيتكلم عن التفاؤل والامل والبناء، لما بيلاقوا ناس زي كده وبيحسوا ان هم فعلا مش بيقولوا كلام، لكن سلوكياتهم في الملعب وفي الحياه بتطبق الاخلاقيات دي، صدقوني بيطلع عشرات الالاف من الشباب عايزه تقلد هؤلاء. وبكده يبقى محمد ابو تريكه مش بس قدم نفسه تقديم كويس، ده خد بايد عشرات الالاف في اتجاه صحيح. مش لازم يكلمهم في الدين، مش مطلوب منه يكلمهم في الدين، مش لازم يكلم، انما سلوك الاخلاق. يعني المظهر الاخلاقي الرائع اقوى بكتير جدا من 1000 محاضره، من 1000 كلام. فانتوا الحقيقه انتوا الاثنين، وانا بكلمكم الان انا فرحان ان انا بعمل معاكم المداخله دي، لان ارى فيكم انتوا الاثنين نموذج اخلاقي محتاجاه البلد جدا 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 في السنين اللي جايه. ايا كان موقعكم، مدربين، معلقين، لعيبه، الاحتياج للاخلاق في المجال الرياضي كتير قوي. فما بالك بقى كمان لو محمد ابو تريكه وهادي وغيرهم فعلوا نشاطهم لعمل تطوعي وعمل خيري، ساعدونا في صناع الحياه، ساعدوا مش عارف كذا، انشأوا هم جمعيه للرياضيين لمساعده الشباب، لمساعده الاسر الفقيره. ايا كان الجهد ده هيبقى عظيم جدا. فانا يعني باكد على المعنى ده. دكتور عمرو، الحقيقه الكابتن محمد ابو تريكه احد صناع الحياه لكثير من الشباب، لان هو له دور مؤثر جدا، مش هنقول بالقول ولكن ايضا بالفعل. الفعل اهم من القول كثيرا يعني. ولكن يا دكتور عمرو، يعني عايزك برضو تقول لنا لمحه عن دور الرياضيين في المجتمع. انت شايف ان الرياضي فقط ان هو يكون بس منشغل بوظيفته وبعمله كرياضه ويدخل السرور على الناس في الرياضه فقط، ولا برضه يبقى لازم يبقى ليه دور وطني مع مصر؟ لا، مش سامع سؤالك كويس يا هادي، لو تعيد السؤال. انا السؤال اعيده باختصار شديد، بقول لك انت شايف دور الرياضيين ايه تجاه مصر؟ تجاه مصر تقصد، مش كده؟ تجاه البلد. تجاه البلد. هادي انا اعتقد ان انتوا عليكم دور، يعني اولا الجمهور الرياضه، جمهور الشباب فيه عنصر مهم قوي في المدرجات، واحنا شايفين الالترس وتاثيرهم وحماستهم وروحهم وشعورهم بالانتماء لناديهم حاجه رهيبه. الحقيقه نفسي ان احنا نسمع ان الرياضيين
انشأوا اعمال تنمويه لمصلحه البلد في السنوات ما ينفعش يبقى هادي وابو تريكه بس، لكن نلاقي لعيبه من كل الانديه، اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري وكل المحافظات، ونلاقي احمد حسن، ونلاقي نلاقي النماذج الرائعه دي عاملين مؤسسه. يعني نفسي يتحول الرياضيين لانشاء مؤسسات تطوعيه وتنمويه وخيريه. مش معنى كده ان هم ينغلقوا على انفسهم وما يساعدوش بقيه لا، يشاركوا مع الجميع، لكن لازم ينشئوا حاجه ويقولوا للشباب تعالوا شاركوا معانا. انا متهيألي النموذج دون لو انتوا اشتغلتوا عليه وحطيتوا فيه جهد ووقت وفلوس هيكون النتيجه ان شباب كتير. احنا هقول لكم معلومه يمكن تفاجئوا بيها. عدد المواطنين في امريكا اللي بيشتغلوا عمل تطوعي وخيري 30% من المجتمع الامريكي. عدد المصريين اللي بيشاركوا في عمل تطوعي وخيري 3% من المجتمع المصري. انت متخيل؟ مع ان فكره العطاء والخير اصيله في الاسلام وفي ديننا، وهو النبي اول مؤهلاته انك لا تحمل الكل وتعين الضعيف يعني مؤهلاته لما السيده خديجه بتقول له انت ما تخافش اكيد ربنا اختارك، ان هو بيعمل اصلاح بين الناس. فانا الحقيقه حزين جدا ان نسبه العمل التطوعي في مصر ثقافه التطوع الناس مش مهتمه بيها، مع ان هي حل المشاكل البلد والحكومه هتقدر لوحدها. وهي كانت ضعيفه برضه عشان ما نظلمش الناس، بسبب ان الدوله في السابق كانت حريصه انها تقلل العمل التطوعي عشان ما يضغطش عليها لاسباب سياسيه مش ده موضوعنا دلوقتي. لكن الاقتراح اللي انا بقترحه، الرياضيين عنصر جذب هائل. لو الرياضيين قرروا ان هم هيتوجهوا بطاقتهم للعمل التطوعي، اولا هيزداد حب واحترام المجتمع ليهم، ثانيا هيعظموا دورهم، ثالثا هيجذبوا الاف الشباب للعمل التطوعي اللي هو يعني احنا عاملين في صناع الحياه مشروع اللي هو العلم قوه لمواجهه الاميه، علشان نعلم الاميين وابتدينا فيه. تخيل ابو تريكه عنده المشروع دون وشغال فيه، سواء مع صناع الحياه او لوحده او مع مؤسسه للرياضيين. انتوا مش متخيلين النتائج المذهله لكميه الشباب اللي هيبدا يهتم بالعمل التطوعي. دي رسالتي ليكم يا هادي. يا دكتور عمرو، الحقيقه ان كلامك عن العمل التطوعي مهم جدا، لان طبعا زي ما حضرتك بتقول ان في صناع الحياه ايضا في جمعيه رياضيه احنا انشاناها والشعار بتاعها خلق. الحقيقه لو تعاونوا كل الاطراف اللي هي بتجتهد في العمل التطوعي، ايه المانع ان احنا يبقى لنا علاقه بالشباب بتوعنا، الشباب الجميل بتوع الالتراس، وان احنا نحاول نقنن شكل التشجيع، يبقى ندعو الى التشجيع المثالي بشكل لائق. وجه في خاطري على فكره في الايام اللي فاتت ان ايه المانع داعيه زي الدكتور عمرو خالد يبقى قبل المباراه، في مباراه مهمه زي مباراه الاهلي والزمالك، ينزل يقول كلمه للشباب في الالتراس ان هم دايما يدعوهم الى التشجيع المثالي، وان هم ما حدش يجرح ولا يهين في الاخرين. ايه المانع ان القدوات اللي زي الدكتور عمرو خالد زي كابتن محمد ابو تريكه يبقى ليهم دور؟ فالحقيقه لازم نتعاون فيها دكتور عمرو مع كابتن ابو تريكه، معانا في الجمعيه، مع القنوات الاعلاميه، مع قناه ميلودي سبورت، نعمل زي مؤسسه خيريه تقدر تهدف الى كل ما سبيل يهدف الى خدمه ونهضه مصر. كابتن ابو تريكه، انت شايف الدكتور عمرو معانا؟ دكتور عمرو على الهاتف لو سمحت. دكتور محمد هيتكلم على مداخله مهمه جدا خاصه بالشباب والالتراس. هو زي ما قال الدكتور عمرو ان دي حاجه مهمه. انا دي الحاجه دي عملتها مثلا من حوالي 2 أو 3 سنين. كل شركه بتعاقد معاها من خلال الاعلانات كان بيبقى لها قسم تطوعي وقسم خيري تطوعي، زي شركه فودافون عندها قسم كبير جدا تطوعي عمل خير. فده بجانب الحمله الاعلانيه اللي احنا بنقوم بيها، في قسم تاني بيبقى عمل تطوعي خيري، بيبقى لان دور المؤسسات زي ما قال الدكتور عمرو دور مهم. مهما يكن الفرد بمجهوده او بصفته الشخصيه هو مش هيعمل كل حاجه، فده دور المؤسسات كبيره، مؤسسات زي شركات كبيره، مع الجانب الشغل بتاعها الاساسي يبقى هناك جانب تطوعي خيري. فده فكره جميله جدا زي ما انت حضرتك قلت يا كابتن هادي.
ان انتوا انشاتوا جمعيه خلق. دي جمعيه. وانا انا زنولي عايز اقول حاجه يا جماعه. كلامك يا محمد مهم قوي. ليه؟ يعني كابتن ابو تريكه دلوقتي يا هادي بيقول ان واحنا بنعمل الاعلانات ممكن نعمل مع الشركات فكره عمل تطوعي، ودي الحقيقه هتكبر اسم النجم قوي الرياضي، ان هو ما بصش بس على فكره ان انا من حقي اعمل اعلان، وطبعا من حقه، لكن انا كمان بفكر ان انا ادي من وقتي ومن جهدي ومن من يعني رصيد حب الناس اوجهه للخير. نعم. فانا الحقيقه بضم صوتي لصوتك كابتن ابو تريكه، وبقول لك ان احنا سبحان الله المشروع اللي هو محو الاميه احنا عاملينه مع فودافون. احنا هنجيبك تعمل لنا اعلانات. خلي بالك خدت منك دلوقتي شغل جامد قوي يعني. فرصه كويسه يا دكتور عمرو اهو ان انت يعني في بيتها يا محمد، في بيتها لا يعني هم كان لهم دور كبير جدا في مشروع مدرستي، عملوا مدرستي برضه. نعم. فده جانب يثنى عليه. نعم. بجانب ان هو اهتمام بشغله ماشي، بس هناك جانب تنموي في المجتمع وجانب تطوعي خيري والحقيقه بيخدم المجتمع. ده محمد والدكتور عمرو الحقيقه في شركات اخرى ايضا يعني فعلا حريصه على طبعاً. الخدمه الاجتماعيه، وحريصه على رفع مستوى معيشه المصريين، وحريصه ان هي تعالج المرضى، وحريصه على ان المدارس بتاعتنا تكون في ابهى صوره ليها، وحريصه على العلم والعلماء. فالحقيقه الأمثلة اللي انتوا ضربتوها أمثلة مهمة جدا، ولكن نتحول بقى دكتور عمرو إلى الواقع العملي. يعني زي ما احنا بنتقابل طبعا في منتديات وفي محاضرات بنتكلم على الناحية السلوكية والأخلاقية، وبنتكلم برضو عن الناحية الدينية، أيضا عايزين نشارك في الدور الوطني بقيادة الدكتور عمرو خالد، بقيادة الكابتن محمد أبو تريكة، بقيادة الشركات الراعية اللي موجودة، بقيادة الإعلام زي قناة ميريد سبورت لها دور رائد في الرياضة المصرية، وفي مشاركات وطنية. الحقيقة يا دكتور عمرو كلامكم انت وكابتن ابو تريكة مهم جدا، وان شاء الله لما نتقابل واحنا بنلعب كورة باذن الله نتكلم في هذا الموضوع. دكتور عمرو احنا بنشكرك، ولو حبيت تختم بكلمة للكابتن محمد ابو تريكة او لينا، حضرتك اتفضل معاك الميكروفون تختم بالكلمة بتاعتك. لا انا بشكركم جدا، وانت اسعدتني يا كابتن هادي لما قلت لي ان انتوا انشاتوا المؤسسة فعلا الرياضية دي، سميتوها خلق، حاجه رائعه. بس انا مش عايزه تهتم بالخلق بس، كمان العمل الخيري، وفكره ان انتوا تشاركوا الالتراس معاكم دي فكره رائعه رائعه. وانا تحت امركم في اي حاجه تعوزوها، وسعيد ان الحلقه الاولى لبرنامجك مع كابتن محمد ابو تريكه، وربنا ان شاء الله باذن الله هيبارك لكم، لان انتوا بتعملوا حاجه جميله، مش مجرد رياضه وبس، انتوا بتكملوها بخدمه مصر كلها، فربنا يبارك لكم ان شاء الله. دكتور عمرو ان شاء الله تكون باذن الله بعد عودتك من الاردن، وطبعا انت لسه عائد من الحج، وان شاء الله ربنا يتقبل الاعمال. ان شاء الله بعد عودتك من الاردن ان شاء الله تكون ضيف عزيز علينا ان شاء الله. ان شاء الله يشرفني يا كابتن هادي، يشرفني يا كابتن هادي ان شاء الله. شكرا.